احنا دلوقتي في اخر شهر 6. يعني تقديمات الطلبه سواء رياض الاطفال او في المرحله الاولى من الابتدائي اخر ايام فيها خلال الايام الجايه. وبتبقى عند اولياء الامور الموضوع مزعج جدا. انا عايز انقل ابني، انا عايز انقل بنتي. طب ايه اللي بيشمل ده؟ بيبقى في حاجه اسمها مجلس الامناء. مجلس الامناء ده مهمته الحلقه الوسيطه ما بين الجهه الحكوميه الوزاريه وما بين اولياء الامور اللي كل واحد بيقدم لابنه وبنته زي ما هو حال كل المجتمع المصري. وعشان كعادتنا وكبرنامجنا ان اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. فمعانا اهل الذكر سياده المستشار التعليمي المرموق ابراهيم بيه عبد الله. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. فندم دلوقتي اولا يعني ايه مجلس امنا وايه الفوارق ما بين الاثنين؟ هو اذا كنت بتتكلم عن مجلس امنا ده بيحدد عن طريق قرار وزاري يتم طبعا معالي وزير التربيه والتعليم. يعني هو المفترض ان هو كل سنتين، وبيتم فيه طبعا انتخابات تصاعديه بدايه من المدارس حتى الادارات التعليميه والمحافظات ووصولا الى المديريات او المحافظات. فاللي بيوفق كرئيس مجلس امناء في المدرسه ممكن يصعد يبقى في الاداره، واذا وفق رئيس مجلس امناء في الاداره يتم تصعيده على مستوى المحافظه. ده بالنسبه لمجلس الامناء. مجلس الامناء هو شريك فعال او يعتبر الساعد الايمن للعمليه التعليميه لوزير التربيه والتعليم في التعامل مع اولياء للعمليه التعليميه. بالنسبه لو كان في مثلا في اداره يبقى المدير يعني بيساعد مع مدير عام التعليم، رئيس مجلس الامناء في القطاع كامل بالظبط كده. مع مثلا المديريه يبقى مع وكيل اول وزاره، لان احنا عندنا هنا محافظه درجه اولى يعني فيها وكيل اول ووكيل وزاره. تمام. فبيبدا احنا يعني تعاملنا مع وكيل اول وزاره، او من لو كان مش موجود بيبقى وكيل وزاره هو اللي بيجتمع معانا، اللي هو دلوقتي الاستاذه ناديه، اللي هو حاليا دلوقتي الاستاذه ناديه فتحي اللي هي موجوده النهارده وكيل المديريه او وكيل الوزاره موجود. مجلس الامناء طبعا زي ما قلت لسعادتك هو قرار وزاري وبيشارك في العمليه التعليميه، ولابد ان يكون له دور مفعل، يعني لابد يكون له تفعيل، لان لو ما كانش له تفعيل هيبقى مش هيقوم بالمهام المنوطه به او اللي هو جاي من اجلها. تمام. ولذلك كان الفكر معالي الوزير طبعا هو الكلام ده طلع من قبل كده، ان ما يبقاش كان الاول ايام دكتور يسري الجمل كان في هنا سياده المحافظ عادل لبيب وعمل حاجه اسمها مجلس امناء بس، يعني لا في معلمين ولا في اباء. تمام. وانا الحقيقه تقدمت لسيادته كنا عاملين مؤتمر اسمه تخطيط الاستراتيجي للتعليم، وقلت له يا ريت حضرتك نعمل يعني عمليه كوكتيل كده متكامل، لان الاب والمعلم مهم جدا ان هم يبقوا موجودين. فعملنا الامناء والاباء والمعلمين، وهو ده اللي ماشي دلوقتي. تمام. اما اسكت سيادتك بتتكلم على الجزء الثاني وهو مجالس الادارات، دي هذه المجالس موجوده في مدارس المعاهد القوميه. ودي والمعاهد القوميه بمدارسها معموله بقانون. تمام. فلا بد ان يغيرها ايضا قانون. تمام. لكن احنا بيغيرنا قرار، يعني ما جاء بالقانون يغير بالقانون، ما جاء بالقرار يغير بالقانون. تمام. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه عمليه الالتحاق بالمدارس. تمام. حضرتك معروف هو اللي بيشغل اولياء الامور اليومين دول، معروف كويس جدا، ولازم الكلام ده طبعا بيوصل. ودكتور طارق شوقي ياما الكلام ده تحدث عنه وجميع مسؤولين التعليم قالوه، ان بيتم المراحل البدائيه زي البلاي والكيجي والكلام ده كله عن طريق ما يسمى بالتنسيق. تمام. مدارس لا تتدخل. تمام. تنسيق، والتنسيق على طول بيساوي السن. فمثلا حضرتك مثلا قطاع العمليه او اداره العمليه مثلا بتاخد سن كذا عشان في منطقه متناهيه، في وسط ممكن بتاخد سن اعلى منه. فما ينفعش ادخل حد يكون متدني او اقل من هذا السن. جميل. ده بالنسبه للمرحله اللي هي الكي جي او الاي جي او الكلام ده اللي هو في الاولاني. عمليه بعد كده بقى الطالب اللي بينتقل من مرحله التعليم الابتدائي الى التعليم العالي، ده يبقى عن طريق المجموع. تمام. في مدارس محدده بتاخد مجاميع محدده، ما ينفعش ان انا اودي. هنا بقى بيعتمد على جهد الطالب نفسه. بالظبط كده. وليه الامر لازم يفهم الكلام ده. اما يجي واحد يقول لك انا عايز انقل ابني من مدرسه كذا لمدرسه كذا، طب المدرسه اللي انت عايز توديه فيها مجموعها
يمشي معاه ولا لا، هيطلع اقل ما يخشش، لان هي دي معموله كده في الاعدادي وايضا في التعليم الثانوي. جميل. برضه ما ينفعش يخش مثلا مدرسه زي المدرسه العباسيه الا ما اذا كان جايب 98%. العباسيه العسكريه مثلا انا بدي مثال في اداره وسط، آه. او اذا كان داخل اداره فجايب 95%، يبقى من خارج الاداره لازم يخش ب 98%، من داخل الاداره بيبقى 95% فيما فوق، وده الكلام ده انا بكلمه ده حد ادنى. جميل. يعني هتلاقي اللي داخل جايب 99 وكذا وهكذا. طب كنا عايزين نسال حضرتك على حاجه في نقطه هامه جدا، يعني معالي الوزير طارق شوقي قبل ما يكون معالي الوزير كان مستشار سياده الوزير الهلال الشربيني قبل كده. تمام. فهو عنده خبره بالتعامل ازاي مع اولياء الامور، التنسيقيات، المشاكل اللي بتحصل في الغالب لاولياء الامور، فهو فاهمها كويس قوي. كويس. عشان كده بدا يتعامل بفكر ان هو ايه، الطالب هو اللي يبدع يطلع اللي جواه، والا ما كناش شفنا التعامل على النت والتابلت والاوبن بوك، ما كانش الكلام ده موجود عندنا قبل كده. انا مثلا عندي طالب في الصعيد عايز ينقل دراسته للقاهره، خلاص خلينا ندي مثل بعيد شويه عشان ما حدش يفهم ان احنا اي خير كويس. مقصود. ايه الاجراءات ولو حتى على سبيل القرار الاسترشادي؟ فقبل التصوير حضرتك بتقول لي في قرارات طالعه ثانيه في بدايه شهر 7. لا هو مش موضوع قرارات طالعه ثانيه، انا قلت لك كل ده بيؤجل بعد الثانويه العامه. جميل. عشان منطق ان الناس دلوقتي مشغوله في الثانويه وفي ما حدش فاضي النهارده في تصحيحها والكنترول واللجان الاداريه والكلام ده كله. لكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك بس، دكتور طارق شوقي الحقيقه واجه تحديات رهيبه جدا اكيد منذ وصوله توليه وزير، وزادت اكثر عندما جاءت الكورونا. وفي نفس الوقت حدث في بعض الامور وكان في حملات رهيبه جدا، لكن علشان هو يسير في المسيره الصحيحه او اللي فعلا جاي من اجلها فصمت، وبيستكمل ايضا مهامه في الوزاريه في وزاره صعبه جدا زي وزاره التربيه والتعليم. دي بس حبيت اقول لك في الاول في تحديات كبيره جدا من مدرسي الدروس الخصوصيه اللي كان ما يهمهمش ابدا يكون في منصه تعليميه، اللي كانوا بيقولوا ان التابلت ده جاي بمشاكل وحاجات زي دي. كل ده ليه؟ علشان ده وقف جزء، مش هقول لك كلية، شيء من الدروس الخصوصيه. والدروس الخصوصيه انت عارف كويس جدا ان هي بترهق اولياء الامور، ودي قضيه كبيره جدا. يعني لازم ولي الامر يكون متفهم ان اللي بيتعمل لمصلحته عشان الحاله الاجتماعيه كمان والحاله الاقتصاديه اللي هو فيها. دي جزئيه النقل بيجي حضرتك معالي الوزير كان طبعا بيطلع منشور او قرار قال فيه ان النقل يتم بثلاث حاجات. واحد الحاله، المشاهدين ارجو بس تركيز مع معالي المستشار لان الكلام ده هام جدا. الحاله المرضيه تمام المزمنه. تمام. نمره 2 قال جمع الاشقاء. تمام. نمره 3 قال قرب السكن. فان كان اللي في اي مكان انتقل الى سكن اخر بيقدم العقد السليم وبيقدم اوراقه وبيتم على طول. سواء فندم كان عقد ايجار عقد تمليك، المهم ان هو مش مشكله بس يكون مسجل او يكون مقنن، وبالتالي بيتم عليه على طول انه بيتم نقله. والنهارده الامور يعني ماشيه صح، وعلشان كده حضرتك لازم يبقى فعلا في مسببات لعمليه النقل، والا كل واحد عايز يروح مدرسه معينه عشان الطالب ده بيبلغ اولياء اموره ان زميلي فيها او بنت بتقول زميلتي فيها، فكل عايز يروح عشان حاجه. لكن احنا في قواعد ماشيه، فلازم القواعد تطبق على الكل عشان كله يبقى مستريح. لان حضرتك احنا بنزعل جدا لما بنلاقي في عمليه اختلاف في بعض الامور. يعني يقول لك مش معنى ده دخل ولا ما دخل، لا، في شروط، في قواعد يتم اذا تم فعلا، واذا كان هناك يعني تطابق لهذه الشروط فبيتم فعلا التحويل الى المدرسه. وخلي بالك برضو زي ما قلت لحضرتك لو كان مرحله اعداديه او ثانويه يبقى طبقا للمجموع. معالي المستشار، افتكر معالي الوزير طارق شوقي تحدث عنه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال دكتور شوقي عانى لحد ما مات، ربنا يحفظ عمره ويبارك فيه ويصلح حاله، هو معالي المستشارين المحترمين مثل سياده المستشار ابراهيم بيه عبد الله.